كاين جرائم كتبدا بجريمه قتل، وكاين جرائم كتبدا بقصه اختفاء، ولكن هذه القضيه بالذات ديال اليوم بدات بعرس. نهار كان خاصو يكون اسعد نهار في الحياه ديال نعيمه، كانت تبارك الله الصغار تشاعله والناس فرحانين والعائلات بجوج بهم مجموعين، وكل شيء كيتسنى اللحظه اللي غادي تخرج فيها العروسه وتكمل الفرحه. ولكن في وسط هذه الفرحه هذه العروسه اختفت. ما خرجتش من الباب قدام الناس، وما قالت حتى شي واحد فين غاديه، وما خلات موراها حتى شي اثر. في الساعه الاولى قالوا يمكن تكون غير في الدار، الساعه الثانيه بدا كيدخل واحد شويه ديال القلق، وملي دازت الساعه الثالثه ولات العائله كتقلب على العروسه بواحد الطريقه هستيريه. والعريس ما قدرش يستوعب بان العروسه ديالو اختفت في النهار ديال العرس. الموضوع وصل للدرك الملكي وبدا التحقيق، ولكن اللي ما كان حتى شي واحد كيعرفه في ذاك الوقت هو ان في واحد الدوار قريب كانت كاينه الجثه ديال واحد المراه مجهوله الهويه مرميه وسط واحد الارض فلاحيه، المراه اللي تعرضت لمجموعه من الطعنات. والدرك الملكي ما كانوش عارفين شكون هي، واش هي نعيمه ولا شي ضحيه واحده اخرى. ومن هنا قضيه اختفاء ديال العروسه غادي تتحول لواحد اللغز اكبر بكثير، اللغز اللي غادي يجمع بين الاختطاف، جريمه قتل، عصابه اجراميه، الغيره والخيانه داخل العائله. والسؤال اللي غادي يبقى مطروح، شنو وقع لنعيمه من بعد ما خرجت من العرس؟ والاخطر من هذا الشيء كامل، شكون كان كيتحكم في المصير ديالها من مور الستار؟ خليكم معنا حيت كل دليل غادي تسمعوه وغادي يبان في هذه القضيه غادي يفتح باب جديد حتى نوصلوا في التالي كاع الحقيقه اللي ما كان حتى شي واحد متوقعها. واحد الدوار من نواحي ديال تيزنيت كانت عائله ديال نعيمه كتوجد لواحد المناسبه اللي كانت كتسناها من هذه زمان. نعيمه كانت غادي تتزوج بالحسن، رجل عنده تقريبا 38 عام. التعارف بين العائلات داز بواحد الطريقه اللي عاديه ومزيانه. الحسن جاي يخطب، العائله وافقات وتحدثت الامور ديال العرس والمسائل كامله. ملي دازوا الايام بداو التحضيرات حتى وصل النهار ديال العرس. من الصباح والدار عامره تبارك الله بالحركه، راكم كتعرفوا العرس، النساء داخلين خارجين، الزغارت، الموسيقى، الماكله، الضياف، العائله ديال العريس فرحانين وحتى العائله ديال العروسه. ما كان حتى شي حاجه كتبان بان هذا النهار غادي يسالي بواحد الكارثه. نعيمه كانت حاضره وسط الناس كتوجد راسها وكتعيش اللحظات اللي كتعيشها اي عروسه. ولكن في واحد اللحظه كل شيء تبدل. واحد السيد قال يمكن غير العروسه دخلت للدار، شي وحده قالت يمكن كتوجد شي حاجه راه دخلت للبيت ديالها وكذا. ولكن دقائق ولات ساعات والناس بداو كيقلبوا في هذا البيت، في السطح، في الزنقه، في عند الجيران، كل بلاصه ممكن تكون مشات ليها هذه العروسه. ولكن نعيمه ما كانتش. 3 سوايع داز وما بان ليها حتى شي اثر. هنا تحولت الفرحه ديال العرس لواحد الخوف هستيري. الحسن ما قدرش يتقبل داكشي اللي وقع. كيفاش العروسه اللي كان غادي يكمل معها الحياه ديالو كتختفي في النهار ديال العرس؟ بدا كيسول الناس ديال العائله فين كانت، مع من كانت، شكون اخر واحد شافها، ولكن ما كانش شي جواب اللي واضح. هنا بدات الامور كتوتر والاجواء، هضره من العريس ورد من طرف ديال العائله العروسه، كل واحد بدا كيدافع على راسو حتى وصل للنقاش لواحد المرحله اللي ما بقاتش فيها الامكانيه انه يستمر هذا النقاش. الحسن خرج من دار العرس، ركب في الطوموبيل ديالو ومشى مباشره لمركز الدرك الملكي. دخل وقال لهم السلام عليكم اسيدي، انا العريس والعروسه ديالي يلا اختفت في هذا النهار ديال العرس. رجال الدرك الملكي ما ضيعوش الوقت، بداو كياخذوا المعلومات الاساسيه، السميه، العمر، المواصفات، اخر ما كانت شافت فيه هذه السيده هذه، شكون كان حاضر، شكون كانت عنده امكانيه انه يقرب منها. من هنا بدا البحث الحقيقي. رجال الدرك رجعوا للبلاصه ديال الدار ديال العرس، بداو كيسولوا كل واحد بوحده. النقافه كانت من بين اول الناس اللي سولوها، قالت بانها كانت كتوجد للعروسه، ولكن من بعد ما بقاتش شافتها كاع في خطره. الكوافوره قالت بانها قادت ليها الشعر ديالها ومن بعد صافي تشغلت هكا بشي خدمه ديالها وما عرفتش السيده فين مشات. طيابه كانت كتوجد الماكله وما كانش عندهم حتى شي علم بداك الشيء اللي واقع. حتى العائله بدات كتستجوب واحد بواحد، ولكن التحقيق ما كانش كيتقدم. ما كان لا تليفون اللي خلاته ناعمه، لا رساله، ولا تهديد اللي سابق، ولا حتى شي واحد سبق له انها شافه خارجه. ومن هنا بداو رجال الدرك الملكي كيسولوا واحد السؤال مهم، واش نعيمه ممكن تكون انها تخطفات؟ الا كانت عمليه ديال الاختطاف فضروري خص يكون شي دافع، خص يكون شي شخص اللي عنده معها شي مشكل ولا مع العائله ديالها. هنا رجعوا لبوين نعيمه وسولوه واش عندك الشريف شي عداوه مع شي واحد؟ بوين نعيمه بقى ساكت حيت مازال مصدوم مسكين، وواحد شويه قال لهم واه كاين واحد السيد. الاب شرح لهم بانه كان عنده واحد الشريك ديالو في التجاره، كانوا كيشريو الاراضي كيبنيو ومن بعد كيبيعوا العقارات وكيقسموا الربح.
واحد المشروع كان متعلق بواحد القطعه ديال الارض، القيمه ديالها تقريبا شي 60 مليون هكاك. الاتفاق كان واضح بيناتهم، ولكن الشريك توفى. ومن بعد دخلوا الورثه في الموضوع بلاص داك الشريك، طالبوا الاب ديال نعيمه انه يعطي لهم النص ديال داك المبلغ، ولكن هو رفض. قال لهم بان ما كاين حتى شي عقد رسمي كيثبت الاتفاق بيني وبين الوالد ديالكم. ومن هنا ابدا الصراع بين هاد جوج ديال العائلات. النقاش تحول لواحد الخلاف، والخلاف تحول لمجموعه من التهديدات. وهذا الشيء خلى رجال الدرك الملكي يشدوا واحد الاحتمال: واش الاختطاف ديال نعيمه كان انتقام من الاب؟ الا كان الجواب ايه، فاول الناس اللي خاصهم يتسولوا هما الورثه ديال داك السيد، الشريك ديال باين نعيمه. جابوهم للتحقيق، سولوهم: فين كنتوا النهار ديال العرس؟ واش كتعرفوا نعيمه؟ واش عندكم شي علاقه بالاختفاء ديالها؟ ولكن الجواب كان واحد: ما عندنا حتى شي علاقه بهذه السيده. رجال الدرك الملكي ما اكتفوش بهذه الهضره هذه، صدر واحد الاذن بالتفتيش ديال داك الدار. قلبوا في الديور اللي كاينين تما والاماكن اللي ممكن تكون مرتبطه بهم، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه. الفرضيه الاولى بدات كتضعف، ولكن القضيه مازال ما كاين حتى شي جواب. من بعد حوالي تقريبا 15 يوم وصل واحد الخبر للدرك من الدوار قريب من الدوار ديال نعيمه. واحد الفلاح كان خدام في الارض ديالو، وشويه شاف واحد الجسم مرمي تما قريب في داك الارض اللي كيخدم فيها وكيفلح فيها. بدا كيشوف مزيان، كانت الجثه ديال المراه مرميه، ولكن المراه كانت كتبان ميته وعليها الاثار ديال العنف والطعنات اللي بزاف. الفلاح ما قربش كثر حيت تخلع، مشى مباشره للمركز ديال الدرك الملكي وبلغ بهذا الشيء. وصلت العناصر لذاك البلاصه ومعهم رجال ديال التشخيص القضائي. بدات تم المعاينه. الجثه تقريبا كانت عاريه مسكينه وعليها بزاف ديال الطعنات، وحده في الكرش، وحده في الصدر، وحده في الحاجب ديالها، وحده في وجهها، ولكن الطعنه الخطيره بزاف كانت في القلب، وهي يمكن اللي سببت الوفاه. واللي زاد الشك هو ان مكان ديال العثور على الجثه ما كانش باين بانه مسرح الجريمه الاصلي. يمكن تكون انها تقتلت في شي بلاصه واحده اخرى ومن بعد شي واحد جا ورماها في داك الارض الفلاحيه. رجال الدرك قلبوا على الهويه، ما كانت لا بطاقه وطنيه، لا تليفون، لا حتى شي وثيقه، ولا حتى شي حاجه كاينه مع داك الجثه ولات امراه مجهوله الهويه. شدوا داك الجثه نقلوها لمستودع الاموات، خداو البصمات ديالها، حاولوا يلقاو اي تطابق في النظام، ولكن ما كانتش النتيجه. المراه ما كانتش مسجله بواحد الطريقه اللي تساعدهم انهم يحدوا الهويه ديالها. الطبيب الشرعي بدا الخدمه ديالو، اكد بان الطعنات كاينه بزاف وفي الجسد كامل، واكد بان الطعنه اللي وصلت للقلب هي اللي كانت الطعنه القاتله، وتبين وجود ديال اصابات قديمه في الرجل وبعض العلامات الجسديه اللي يمكن تساعد للتعرف على هذه السيده هذه. الرجال ديال الدرك عموا التصور ديال هذه السيده هذه والمواصفات ديالها على المراكز الامنيه، وفي نفس الوقت رجعوا يشوفوا المحاضر ديال الاختفاء اللي كانت مسجله في المناطق اللي قريبه. ومن بين الملفات اللي شدت الانتباه ديالهم كان الملف ديال اختفاء نعيمه العروسه. قارنوا المواصفات ولكن النتيجه كانت واضحه، الجثه ماشي ديال نعيمه. وهنا القضيه تبدلت بالكامل، لانهم دابا قدام جوج ديال الالغاز: عروسه اللي اختفت ومازال ما بانش الاثار ديالها، ومراه واحده اخرى اللي مقتوله ومرميه في ارض فلاحيه، وجوج في مناطق قريبه من بعضياتهم. من خلال التوزيع ديال المعلومات توصلوا رجال الدرك الملكي للملف قديم ديال اختفاء واحد البنت سميتها سلمى. مشاو عند العائله ديالها. الام كانت عايشه واحد المأساة مسكينه كاع، قالت لهم بان بنتها خرجت من الدار هذه مده، وكانت واحد المشاكل بينها وبين الاب ديالها بالضبط، خصوصا في المرحله ديال المراهقه. باها كان قاصح بزاف عليها وكانت كتعرض للعنف بزاف في الدار، وفي النهايه مسكينه هربت. سولوا الام على المواصفات ديال سلمى، قالت لهم شعرها شهب، عندها واحد التوحيمه في الكتف ديالها، وعندها واحد الاصابه قديمه في الرجل ديالها. رجال الدرك الملكي عرفوا بان هاد التفاصيل مهمه بزاف. جابوا الام والاب داوهم لمستودع الاموات. الام دخلت مسكينه وشويه النظرات ديالها تبدلوا، ومن بعد مسكينه طاحت وسخفت. قبل ما تسخف بقات كتقول مسكينه: هذه هي بنتي، هذه هي بنتي. الضحيه المجهوله دابا ولات عندها واحد السميه، هي سلمى. ولكن تحديد الهويه كان غير البدايه في هذه القضيه. دابا خاصهم يعرفوا شكون اللي قتل سلمى. كما كتشوفوا دابا ان القضيه اللي بدينا بها ديال العروسه تحول المجرى ديالها لواحد القضيه واحده اخرى ديال جريمه قتل ديال هذه السيده اللي سميتها سلمى. رجال الدرك الملكي رجعوا لاخر فتره في الحياه ديال سلمى، فين كانت، مع من كانت عايشه، شكون اللي كيعرفها. الام ديالها قالت لهم بان سلمى كانت كتعيش مع واحد البنت سميتها حياه. رجال الدرك الملكي
مشاو وصلوا لهاد حياة شرحت لهم بان سلمى عاشت معها واحد المده في المدينه ديال اكادير، ولكن من بعد ما تعرفت على واحد الراجل سميتو رشيد كان واحد الشخص اللي معروف بالمشاكل، ما عندوش خدمه كاع في خطره، ولكن كان غير داخل خارج في المشاكل مع القانون. حياة قالت بان العلاقه بين سلمى ورشيد كانت واحد شويه اللي مضطربه، ماشي هي هذاك، ولكن كان واحد الامر اللي كيخليها تشك فيه. كل مره كتسول على سلمى كان كيعطيها واحد الجواب مختلف، مره كيقول لها راه رجعت في حالتها الدوار، مره كيقول لها لا راه مشات عند شي واحد، ومره شي مره ما كيجاوباش كاع في خطره. الرجال ديال الدرك الملكي بداو كيشوفوا بان رشيد ممكن يكون هو السارود ديال هذه القضيه، ولكن قبل ما يتواجهوا مع هذه الجريمه كان خاصهم يعرفوا شكون هو هذا رشيد بالضبط. وصلوا لعند رشيد لقاوه في واحد الحاله سيئه، ولكن التفتيش ديال المسكن ديالو هو اللي غادي يعطي لهم اول دليل مادي في هذه القضيه. عنده 7 ديال التليفونات، شي خواتم ديال الذهب وسناسل ديال الذهب والاغراض ديال العيالات والماكياج، وواحد الممتلكات اللي كثيره ما كانش عنده شي تفسير واضح منين جاتو. رجال الدرك الملكي بداو كيقارنوها مع الشكايات اللي مسجله عندهم، وفعلا عدد بزاف ديال النساء تعرفوا على الاغراض ديالهم. كان واضح بان رشيد مرتبط بعمليات ديال السرقه، كان كيجريسي عباد الله، ولكن وسط هاد الاغراض بان ليهم واحد الشيء اللي مختلف، واحد الخلخال ديال النساء ما كانوش عارفين ديال من. رشيد حاول يبرر، قال له راه هادشي مسروق، ولكن ما بقيتش عاقل، انا ما عند من انا شفرت والله علم صافي. والجواب على هذا السؤال غادي يغير المجرى ديال التحقيق بالكامل. الخلخال ما كانش مجرد قطعه ديال الذهب، كان عنده واحد التصميم اللي مميز، وفي نفس الوقت كان البوليس والدرك الملكي باغيين يعرفوا واش عنده علاقه بسلمى ولا لا، ولكن لا حياة ولا العائله ما عرفوش هذا الخلخال. اذا شكون هي مولات هذا الخلخال؟ وسط هذا البحث بدات المعلومه كتنتشر في المنطقه. وحده من البنات اللي كانت عايشه في مدينه اكادير سمعت بالقضيه، هي اصلا كانت من نفس الدوار اللي جات منه نعيمه العروسه. رجعت لذاك الدوار وتلاقات مع اخت نعيمه. الحديث بدا هكا عادي كيتهضروا بيناتهم، سولات على نعيمه، اختها قالت لها راه اختي مازال ما عارفين عليها والو من النهار ديال العرس اللي هربات ولا ما عرفنا شنو وقع لها، من تما ما عاودنا عرفنا شي حاجه. من بعد جابوا الموضوع ديال رشيد هكا بداو كيديو يجيبوا في الهضره. قالت البنت بان البوليس لقاو عنده واحد الخلخال. اخت نعيمه سولاتها كيفاش كان داير هذا الخلخال، وراتها واحد الصوره من الانترنت باش تقرب ليها غير الشكل وصافي. اخت نعيمه شافت الصوره وشويه تفاجات، الخلخال اللي كان جاب خطيب اختي كان بحال هذا اللي عند نعيمه. هنا ما بقاتش مجرد قضيه اختفاء، ولات كاينه واحد القطعه ماديه اللي ممكن تربط هاد الخاطفين بنعيمه. رجال الدرك الملكي مشاو عند خطيب نعيمه وسولوه واش شريتي ليها شي خلخال؟ قال لهم واه شريت ليها. قالوا له واش عندك شي فاتوره باش شريتيه؟ مشاو عند السيد الذهيبي اللي شراو من عنده داك الخلخال. السائق اكد بان القطعه اللي تشرات هي نفسها من نفس النوع والمواصفات. وهنا الخيط بدا كيتقوى شويه بشويه، ولكن المفاجاه الحقيقيه كانت ان الحسن خطيب نعيمه كان كيوجد باش يخطب بنت عمها. وهنا الدرك الملكي ما كانش ممكن انهم يتجاهلوا هذا التفصيل. علاش بنت عم نعيمه بالضبط؟ علاش مباشره بعد الاختفاء ديالها؟ جابوه للتحقيق، سولوه واش عندك شي علاقه باختفاء ديال نعيمه؟ نفى، قال لهم انا خاطيني. قال بان ممكن تكون مشات عند شي واحد، ولكن رجال الدرك الملكي ما كانوش باغيين غير التخمينات، كانوا باغيين الادله. وهنا بدات سميه واحده اخرى كتبان في هذه القضيه، سميه ديال مريم بنت عم نعيمه. من بعد ما تعمق التحقيق في العائله تكشفت بان العلاقه بين نعيمه ومريم ما كانتش ديما مزيانه، كانت واحد الغيره بين هاد الجوج، مقارنات، حساسيات. ومريم كانت عارفه تفاصيل كبيره بزاف على الحياه ديال بنت عمها، كانت عارفه باللي غادي يكون عندها العرس، وعارفه التوقيت، وعارفه فين غادي تكون العائله، وعارفه بان الدار غتكون تقريبا خاويه. ولكن شنو العلاقه ديال مريم برشيد؟ الجواب غادي يجي من بعد واحد الاعترافات اللي لاحقه. رشيد كان مهتم بنعيمه، ولكن نعيمه ما قبلتش به. مريم عرفت هذا الشيء، وبلاص ما يوقف الموضوع هكا استغلت هذا الموضوع هذا. قالت لرشيد بانها تقدر تعاونه، ولكن المساعده ما كانتش بريئه، كانت عندها واحد الخطه. مريم كانت باغيه تحقق جوج ديال الاهداف، الاول انها تنتقم من نعيمه، والثاني انها تشوه السمعه ديالها. كانت باغيه تخلي الناس يعتقدوا بان نعيمه هربت بالاراده ديالها، وانها كانت كتخبع واحد العلاقه مع واحد الشخص واحد اخر. داكشي علاش عطاتو معلومات دقيقه على النهار ديال العرس، وقالت ليه كيفاش يقدر يوصل ليها، وقالت ليه شكون ممكن انه يخرجها من وسط العرس بلا ما تشك.
وكانت هي اللي غادي تلعب الدور الصعيب في هذه القضيه، انها تقرب من نعيمه وتخرجها من وسط الناس بلا ما يحس حتى شي واحد بها وبلا ما تحس هي بشي خطر. الخطه تحدات النهار ديال العرس. وسط العرس مريم قربت من نعيمه وقالت لها ان عندها واحد الماكياج اللي زوين بزاف وانها تقدر تعاونها باش تبان حسان وداكشي اللي غدير ليها الكوافوره. نعيمه ما شكتش، كتعرف بنت عمها، علاش غتشك في بنت عمها؟ مشات معاها. الطريق كان غير واحد شويه قصير، وصلوا للدار ولكن الدار كانت خاويه، العائله كامله كانت في العرس. في الداخل كان رشيد متخبع في ذاك الدار. بمجرد ما دخلت نعيمه خرج، فهمت بان كاينه شي حاجه غلط في الدار، ولكن كان فات الوقت. هددها بالسلاح الابيض، جبد عليها الموس وحاولت تقاوم ولكن ما قدرتش. تما خرجوها من الدار وركبوها في الطوموبيل وخداوها وهربوا بها بعيد على الدوار. وهكا في ثواني قليله العروسه اللي مسكينه كان الناس كيقلبوا عليها وسط العرس كانت غاديه لواحد المكان اللي ما كيعرفوا حتى شي واحد. التحقيقات والاعترافات كشفت بان نعيمه تعرضت للاحتجاز والتعنيف والتخدير والاعتداء. كانت كتفقد مسكينه الوعي ومن بعد كتفيق وبمورها كيعاودوا يخدروها عاوتاني. الهدف كانوا يخليوها انها ما قادراش مسكينه على المقاومه او انها تطلب المساعده، غير كتفيق كيعاودوا يبنجوها وكتنعس. في نفس ذاك الفتره كانت الحياه ديال رشيد الاجراميه كتجمع اشخاص وحدين اخرين بزاف. كانت سلمى مرتبطه به، وهنا دخلت القضيه في واحد المرحله اللي خطيره بزاف، لان سلمى اكتشفت بان نعيمه محتجزه وشافت الوضع اللي كانت فيه. حاولت توقف اللي كان واقع. وقع واحد الخلاف بينها وبين رشيد، هي كانت باغيه انه يطلقها وهو كان خايف من الفضيحه. الخلاف ناض بين هاد الجوج بزاف والغضب خرج على السيطره، وفي واحد اللحظه ديال العنف رشيد تعدى على سلمى بالسلاح الابيض وضربها واحد الطعنه وطعنه واحده اخرى طاحت في الارض. وهنا تحولت سلمى من شاهده على الجريمه لواحد الضحيه اللي ثانيه. من بعد الجريمه رشيد وصحابه كانوا عارفين ان الجثه الا بقات تما غتفضحهم، هزوها ونقلوها بعيد عن الدوار ديالهم، رموها في واحد الارض فلاحيه اللي غادي يلقى هذاك الفلاح من بعد شي ايامات. ولكنهم ما كانوش عارفين بان هذه الجثه هي اللي غادي تعاون العناصر ديال الدرك الملكي باش يوصلوا ليهم. من خلال الجثه عرفوا سلمى، ومن سلمى وصلوا لحياه، ومن حياه وصلوا لرشيد، ومن رشيد بانت هاد الشبكه ديال السرقه، ومن الخلخال بان خيط جديد اللي غادي يقودهم لنعيمه. وهكا التحقيق بدا كيركب شويه بشويه. ملي واجهوا رشيد بهذا الخلخال تغير السلوك ديالو. في الاول نكر، قال بانه ما عارف والو، ولكن ملي اكدوا ليه بان هذه القطعه مرتبطه بنعيمه عرف بان الانكار ما غاديش ينفعه. قال بواحد المعنى اللي واضح: الا بغيتوني نعترف جيبوا لي صحابي كاملين. ما بغاش يتحمل المسؤوليه بوحده. دخل منير وحسن في القضيه وبداو التحقيق معاهم. تكشفت واحد الشبكه اللي اجراميه كبيره مكونه من بزاف ديال الناس. السرقات كانت جزء من النشاط ديالهم اليومي، ولكن الاخطر كان الاعتراف بداك الشيء اللي وقع لنعيمه وسلمى. وهنا تاكدوا رجال الدرك الملكي بان مريم ما كانش مجرد شخص اللي بعيد على هذه القضيه، كانت واحد الجزء اللي اساسي من هذه الخطه. هي اللي عرفت العادات ديال العائله، وهي اللي استغلت الثقه ديال نعيمه، وهي اللي مهدت الطريق باش يختطفوا نعيمه. بالرغم من هذه الاعترافات بقى واحد السؤال: فين هي نعيمه؟ المتهمين قالوا بانهم تخلصوا منها في واحد المنطقه بعيده. رجال الدرك الملكي مشاو لذاك البلاصه، قلبوا ذاك الارض، فتشوا المسالك كامله، قلبوا في المناطق الغابويه اللي قريبه من تما، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه. وهنا بان واحد الاحتمال: يمكن نعيمه ما ماتتش، كان فقدت الوعي وخلوها في شي بلاصه. يمكن فاقت وبدات كتقلب على النجاة، الله اعلم. ولكن الا كانت عايشه فين مشات وشكون غادي يلقاها؟ القضيه بقات معلقه بزاف، والعائله بقات عايشه على واحد الامل واحد: انها ترجع لهم بنتهم نعيمه. دازت تقريبا 6 شهور. في مدينه تارودانت واحد الموظف جالس في القهوه كان كيعرف القصه ديال نعيمه، حيت في الدوار الاخبار كتنتشر بالزربه. وشويه شاف واحد المراه كتمشي في الشارع، ما لابسه مسكينه والو في رجليها، واللباس ديالها موسخ ماشي هو هذاك، وكتهضر مسكينه غير مع راسها بوحدها، كتبان بحال شي وحده ضايعه ما عارفه فين غاديه. في الاول ما سوق ليهاش هكا بزاف، ولكن في الوجه ديالها كان مألوف شويه. راه كيشوف فيها، ركز هكا، قرب منها وشويه عرفها: نعيمه، العروسه اللي اختفت النهار ديال العرس، المراه اللي العائله كلها كانت كتقلب عليها. الراجل ما ضيعش الوقت، رجع للدوار وخبر العائله. الاب والام مشاو معاه. ملي وصلوا شافوها كانت فعلا نعيمه، ولكن ما بقاتش مسكينه نفس الانسانه اللي خرجت من العرس.
كانت الحاله ديالها صعيبه بزاف، كتهضر بواحد الطريقه اللي ما منتظماش كاع، كتدخل وتخرج في الهضره وما كتجاوبش على الاسئله بواحد الشكل اللي واضح. اللباس ديالها كان مقطع، كانت باينه عليها مسكينه واحد الاثار ديال واحد الحياه اللي قاصحه اللي عاشتها في الشارع. العائله خداوها للدوار، رجعت لدارها، اما داكشي اللي وقع داخل الانسان فماشي ديما كيرجع معاه. نعيمه كانت رجعت للعائله ديالها، ولكن جزء كبير منها ضاع في داك الطريق، وبحسب الروايه تدهورات مسكينه الحاله الصحيه والنفسيه ديال هاد السيده هذه وتوفات من بعد. القضيه سالت باحكام قضائيه ضد هاد المتورطين كاملين. افراد ديال العصابه تحملوا مسؤوليه الجرائم اللي تبتت عليهم، ومريم باعتبارها شاركت في التخطيط للاختطاف واجهت بدورها العقوبه ديالها. ولكن حتى من بعد ما سال التحقيق كاين واحد السؤال اللي كبر من هاد الحكم والعقوبه: كيفاش الغيره تقدر توصل الانسان لهاد الدرجه؟ مريم ما كانتش عدوه اللي بعيده، كانت من العائله، وكان عندها امكانيه انها تختار اما تفرح نعيمه ولا تخلي الغيره تاكلها. اختارت الطريق الثاني، ومن هنا بدات الكارثه. ولكن القضيه كتعلمنا حتى واحد الدرس واحد اخر. نهار اختفت نعيمه الناس بداو كيهضروا، واحد قال هربت، واحد قال عندها شي علاقه مع شي واحد وهربت، واحد قال خافت من الفضيحه، واحد قال خافت ليله العرس، وواحد قال بان كانت عنده شي قصه، وكل واحد كيقول شي قصه من عنده. الناس حكمت عليها قبل ما تعرف الحقيقه، ولكن الحقيقه كانت مختلفه تماما. نعيمه مسكينه ما هرباتش، نعيمه كانت ضحيه. وهنا خصنا نوقفوا واحد شويه، حيت الكلمه اللي كنقولوا على شي انسان واحد اخر بلا دليل ممكن تبقى انها ملتصقه بالسمعه ديالو لواحد السنوات. ماشي كل شخص اختفى انه هارب، وماشي كل شخص سكت انه مذنب، وماشي كل قصه كتسمعها من واحد الشخص هي الحقيقه الكامله. خاصنا ديما نسمعوا للطرفين ونتسناو الادله ونخليو التحقيق للناس اللي مختصين في هذا الشيء. حيت في هذه القضيه لو كان الحكم على نعيمه داروه الناس نهار العرس كان غادي يظلموها جوج المرات، مره من اللي تختطفات مسكينه، ومره من اللي حكموا عليها قبل ما يعرفوا شنو واقع عليها. وفي التالي اخطر حاجه في هذه القضيه هذه وفي هذه القصه ماشي هي غير الجريمه، الاخطر هو ان الشخص اللي ساهم في الاسقاط ديال نعيمه في هذا الجحيم كامل كان واحد الشخص اللي قريب منها بزاف، بنت عمها. والغيره اللي ممكن انها تبدا بجمله بسيطه: علاش هي غادي تتزوج قبل مني؟ إلا ما تحكمش الانسان في المشاعر ديالو تقدر تكبر حتى تولي لواحد الحقد، والحقد يقدر يتحول لواحد المؤامره، والمؤامره ممكن تدمر الحياه ديال الانسان كامل. داكشي علاش قبل ما تثق في شي حد واحد الثقه عمياء، وقبل ما تحكم على شي واحد من خلال الكلام ديال الناس، تفكر ديما واحد القضيه: شي مرات اخطر الاسرار كتكون مخبيه وسط اقرب الناس. وكانت هذه هي القصه ديال نعيمه، العروسه مسكينه اللي دخلت للعرس في وسط الزغارت والفرحه والاجواء اللي زوينه، وخرجت منه نحو واحد المصير اللي ما كان عارفه حتى شي واحد، وما كان حتى شي واحد قادر يتخيله. الا وصلتي حتى لهنا اكتب لينا في التعليقات، الحقيقه كتبان وخا يطول الزمان ولا يقصر. وما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلوك ديما جديد الفيديوهات. حتى القصه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم ممكن انها تكون اغرب من هذا الشيء كامل. نتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم في شي حلقه جديده. الى ذلك الحين تهلاو لي في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.